كرة طويلة يقطع طارق السيد، نص ملعب فرنسا على ايدنا اليمين فريق مصر بالفانيلا البيضاء، وعلى ايد فريق فرنسا بالفانيلا الزرقاء. او الديك عايز يلعب واحدة طويلة على طول بيقطعها للزرقاء وبيلعبها تاني لطارق السيد، وماشي طارق السيد الشوطة حلوة، بيقول احنا هنا اهو. والحكم السويسري وبشير سبعي، وحلوة تيجي على طول في الحائط البشري، لكن ترجع على طول ناحية اليمين عند احمد، بيفتح الكرة بيريز الجمهور هو وسير هند بيلعبها طويله سيسي، لكن ما قفل معاه قوي يا ولد يا ولد، منه وتروح على طول لفارتيز، عايز يلحقها قبل الضربه الركنيه، يلحقها فعلا وسلمها وكان هيقطعها في السكه. والله فكره حلوه قوي جمال حمزه، وطارق يلعبها على جمال حمزه، يلعبها على طول لهاني لميدو لهاني، وثلاث اربع نقلات مصريه حلوه لطارق السيد، وماشي طارق ويلعب كره بالعرض ويحط رجله يا ولد يلعبها طارق. على فكره الملعب هنا كل اللي قاعدين في المدرجات ما عندهمش اي مطره، لكن هو في مطره في الملعب والكره طلعها ترجع ورا تاني عند ايمن عبد العزيز، بتقطع حلوه وياخد الوان 2 ويرجع ورا وشوطه حلوه. مين يقابل الكره اتلعبت عاليه وضربت راس عاليه فوق طبعا لعبتين ثلاثه، وتروح الكره لجالس وجالس بيلعبها لكيسيه ومعاه بشير سبعي وماشي كيسيه وداخل معاه بشير سبعي، هتروح الكره بالعرض خطره شير هنري ضربة راس حجاب ورا الحمد لله. وبيحاول يهدي اللعب شويه عشان يمتص الحماس طبعا الكبير جدا اللي ماليه جمهور، ولعبها حلوه يا ولد يا احمد حسام، عمل واحده وبريز بيلعبها لسيسي جبريل سيسي لاعب نادي اوسير، يخش يصحى من الفتح يا ولد عايز يلعبها لديسير، طارق يلعب ضربه ركنيه وعاليه ويخش على طول بس ترجع لطارق السيد وخطره وترقيصه، لكن يخش ياخد كده واحده الحكم عشان ينزلوا الملعب، ومعاهم الحكم الرابع الفرنساوي منعهم من النزول الا لما يد وبيقول خلاص ترجعوا تاني، وقام على طول طارق السيد كان احمد فتحي ناحيه اليمين اللي مع حلو احمد، لعبه طويله عند احمد حسام ومعاه ديسيه وعايز يرميها ضربه ركنيه، لعبت الكوره على طول احمد فتحي وعاليه والله الله. التماس لمنتخب فرنسا هيلعبها وولتر، تعادل السلبي بين مصر وفرنسا في المباراه الوديه الدوليه، بتاعت الكره على طول للتريز ورجعها على طول للسجنور، ترفع الكره بالعرض عاليه، خلي بالك على مرتين ورا اعتذار السقه سيري هنري يلعبها باليد، تمسكها عصام الحضري وترجع له ثاني ويلعبها باليد ويجيب الهدف الاول في الدقيقه 25 لسيري هنري، لكن برضه ارض باك والله اتلعبت الكره عاليه من شاجنول من ناحيه الظهير الايمن، ويطلع سيري هنري يلعبها باليد من ورا عبد الظاهر السقه اللي عدته، لكن عصام الحضري يلعبها من البوكس، وحظه بقى الحلو قوي انها تجيله ثاني ويلعبها بضربه راس عشان يجيب الهدف الاول لسيري هنري في الدقيقه 25 من زمن الشوط الاول. سيري هنري في الدقيقه 25 صار والله الكره اللي فاتت دلوقتي بالنا بقى ونتماشى بعد الهدف ده. سيري هنري ثاني مبسوط قوي، هداف كبير قوي ويلعب كره بالعرض فتره، لكن يتحدى لطارق السيد كان لعبها بالعرض الكره اللي فاتت دي، الجمهور بيحبهم جدا، يلعب كره بالعرض برجيتي اللي هو وولفورد بيلعبها برجيتي وجاي من ناحيه اليمين يلعب بالاوفر كره بالعرض وخطره تحت الجمله التكتيكيه، بيلعبها ثاني سيري هنري اللي جه ناحيه اليمين داخل معاه على طول بيستخدم برجيله الواسع ويلم كوره وداخل بيها لجوه وبيلعبها بالعرض وعايز يشوطها وعصام الحضري عشان الحكام يشوفوا لعبهم ويشوفوا اخطائهم ونشوف كرة عالية، لكن بيطلع المرة دي حسام غالي يطلعها بضربة راس وبتاع المباراة بالكامل، ويعني بيقول تجربة جديدة بجربها عشان في حاجات هتتعادل الناس تشوفها في الملعب، ومش عارف هو قصده كده ايه. كرة خطرة والهدف الثاني عاملها حلوة قوي وولفورد، وطبعا قام اهو كابتن محمد صالح بيكلم عبد الظاهر السقا واحمد وحسام غالي وكير السمري، لعبت الكوره بينهم واستعملت على الارض ووقفها سيري هنري ويلعبها بخط رجله اللعبه بتاعته المفضله عشان يجيب الهدف الثاني لمنتخب فرنسا في الدقيقه 34 او في الدقيقه 35. ماشي هاني لسه معاه لسه كوره بيلعبها حلوه، احمد حسن بيشوطها وحسام يا على الفرصه ركض مش ممكن يا جماعه، يا على الحظ معلش بتوع كره طارق السيد اللي بيلعب كره طويله على طول بيطلعها في الجول
لكن ترجع له ثاني يلعبها لاحمد حسام وفي رايه وصفاره وفي اوف سايد على بيلعب ما فيهاش حاجه وبارتيز كان مسكها على مرتين بيلعبها لكن يخش ايمن عبد العزيز يقطع الكوره بتاعت بارتيز وهجمه الماتش الثانيه بيلعبها طويله عند احمد حسام وعايز يرقص جلس تطلع الكوره بره ضربه ركنيه وان هو طبعا من اللعيبه الكويسين جدا الكوره طويله عند احمد حسن تعدي هوبا يا على احمد على الكوره اللي فاتت دي يا انت مغالي الكوره اللي فاتت جات له كانت حلوه وجاي من ورا ومميز جدا وخطفها وصطها فوق العارضه تاني فوق المص واحده بتاعت ايده طلعها بطراطيف صوابعه ترتيب والثانيه بتاعت حسام غالي هي طلعت فوق لكن مصر ها ولتوت ويلعب كرة عالية وتحسب بقى من الكورة ترجع تاني برنجتي وشوطة ويمسكها في راية وصفار يلعبها لأحمد فتحي هي صح على الدراسة تروح لسيسي ومعاه كتير السبعي وأسرع خلي بالنا وفليس وبره وجوه جون جميل جدا شوف فليس 3 نقلات واحدة في العارضة وتطلع بره وجون جميل في آخر دقيقة عملوها حلوة أوي العارضة ونجاحها تاني الثالث في الوقت ضايع عشان يصل لمنتخب فرنسا حقيقي جون جميل جدا جون جميل قوي ملعوب حلو 3-4 نقلات. شبكة شباب والرياضة بدأت الآن أحداث الشوط الثاني وإشارة من حكم اللقاء السويسري ماسيمو بوساكا 27 ياردة تقريبا من المرمى متطرفة شوية ناحية الشمال بيلعبها تيري هنري لكن سهلة في إيد عصام الحضري لعيب مميز في فرنسا عدى نص الملعب ومتقدم من ناحية اليمين لعبها جبريل سيسي اللي لعبها عرضية لكن عصام الحضري يمسك اللي بيقدروا يبنوا الهجمة شوية. ادي اهي الكوره مع احمد حسن يعملها على طول لاحمد حسام على حدود منطقه جزاء منتخب فرنسا وتتلعب هات وخد على حدود منطقه جزاء منتخب فرنسا من ناحيه الشمال واختراق من طارق السيد يلعبها على طول بكعب رجليه حلوه وتسديده لكن تطلع ضربه ركنيه. حتى الان منتخب مصر لازال بيعتمد على القدرات الفرديه يمكن زودنا شويه في الثلث الهجومي زياده عدديه لكن لازال هنا دخلوا على بعض الاثنين ويقطعها داكور ويتوجه بيها ناحيه اليمين في مساحه فاضيه عند بيريز واقوياء هنري تيري ريزيرازو وياخدها مره ثانيه هنري سابوا الراجل حسام انما برافو السقه تتقطع كوره انما ياخدوها مره ثانيه ناحيه اليمين عند والتر بيلعبها اماميه لسيسي بينيه وجميله لطارق السيد بيقابلوا والتر وطارق عرضيه وحلوه ما تتصلحش ابدا ديت نفس الجول اللي بتاع السنغال كان هيرتكبه ديسيه مطرح ما واقف دي بقى ديسيه يقلشها يقوم فابيان يلحقها ما كان المفروض بقى حظ بحظ بقى انما الراجل عنده سرعه رشاقه ومرونه ضربه ركنيه لمصر تتلعب وتصويبه وضربه مرمى لمنتخب الفراوده وخط الوسط تتلعب الضربه الحره مباشره وتصويبه ويمسكها عصام الحضري. 10 بيترت هنا بقى لازم الانطلاق السريع بتمريره مش بالمشي ادي احمد حسن وماشي طبعا هيتضغط عليه انما عدى الراجل بص بقى حلوه يخش على طول يخطفها مصر يلعبها وعلى ايدنا الشمال مصر فانيلا البيضاء احمد حسن يرجع ورا بخطره بالكره دي بلاش لازم احمد لكن يلحقها عبد الله بيتريتي ويعدي كويس قوي لعيب كويس وتروح ناحيه اليمين لكابو ويخش على طول يحط رجله يا ولد ما كان بيعدي يحط رجله وبيجري له ناحيه اليمين احمد فتحي لكن طالع على طول بارتيز ودي لعبته يعملها قصيره ويخش على طول احمد حسن كان عايز يلعبها في الحته الفاضيه لكن ليه جوده اللي لعب الشوط الثاني مكان جمال حمزه وتتلعب وتتصل تروح لكابو وكابو عايز يلعبها بخطره سيسي 2 على 1 جول على يمين الحضري 1 مع 1 وسيسي بيعمل الشقلباط ويجيب الهدف الرابع كان بيجري معاه عبد الظاهر السقا ويسبقه ويلعب الكره في العرض جوه جول جابرييل سيسي يجيب الهدف الرابع في دقيقه
في دقيقة السجنول وماشي سجنول وماشي سجنول وخطرة وداخل أيمن عبد العزيز وخطرة يخش عصام الحضري ويطلعها بره. كرة بالعرض وخطرة ولعبها بالهيد يا دي سي ايه. سجنول قبل طارق السيد ويلعبها خطرة لرقم 14 روسين. 14 يلعب كرة بالعرض وخطرة وعصام الحضري يلحق قبل السيسي. كانت لعبها والله خطرة جدا معاه حسام معاه ويخش معاه حسام وتروح لبارتيز وبارتيز بيلعبها تاني. والله كان هيقطعها حسام كان هيقطعها تاني ويلعبها على طول احمد حسن. يلا يا احمد يلا يا احمد. احمد حسن وميدو بيلعبها عند ميدو وميدو بيلعبها باليد في ايد على طول بارتيز. وادى الاذن لميدو وفوق يا ميدو وفوق يا ميدو فوق. شايف انا حازم امام نازل هيلعب وحازم نازل وهيطلع حسام غاري وهيلعب مكسي. مكسي بيلعبها اماميه عند 14 بيلعبها المكسي ثاني تقدم لقدام وخطره وعبد الظاهر تيجي في رجله لكن بيلحقها عصام وخطره واتشاطت مرتين تطلع الكوره بره وضربه مرمى ضربه رمي التماس. ياخدها حازم ويلعبها لاحمد حسن وماشي احمد حسن وجنبه حازم وشوطها جامده. كان حازم جنبه وشوطها جامده تطلع بره وضربه مرمى. وداكور بيلعبها ناحيه اليمين سجنول اللي بيرفع كوره عاليه وخطره. اوعى دي وحسام الحضري وجون الثاني برضه نفس الكوره بتاع الجول الاولاني. زي ما قلت لحضراتكم بنمسك احنا كوره كتير لكن هم هجماتهم قليله والفرصه ما بتضيعش منهم ابدا منهم. لعبت الكوره على طول ثاني مرتين بتروح لايمن لرقم 18 ل 14 روسين وماشي بيشوط شوطه من بعيد اهو في ايد عصام الحضري. روسين عدى وبيعدي ويلعب كوره بالعرض خطره لريزورازو وخطره بيطلعها بشير على طول. يلا بشير وقفها كتير قوي لكن تطول وترجع ورا ثاني على طول لداكور اللي بيلعب كوره طويله ملهاش حد بيلحقها. طارق السعيد تتلعب على طول في ايد عصام الحضري. بيلعبها لايمن عبد العزيز. محمد حسن ويلعب كوره طويله عند روسين لعيب كويس قوي رقم 14 لعب مكان بيريز وخطره ويطلعها على طول عبد الظاهر السقا وضربه ركنيه لمنتخب فرنسا. وبيلعب الكوره عاليه يلا عصام ويخش عصام وتطلع الكوره بره. عايز يلعبها دبل كيك لكن كان في زقه كده والحكم يعني يخش على طول تتقطع منه لكن ترجع له تاني ويسقط كوره بيلعبها له داكور وتروح ناحيه اليمين وكره بالعرض خطره ويرجع على طول ثاني ليه لكن يخش على طول احمد حسن يقطع ويصفر الحكم عشان ينتهي هذا اللقاء بفوز فرنسا ب5 أهداف لا شيء. والجمهور كله بيحيي منتخب فرنسا. تيري هنري وبيريز